ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة معانا طاقة جديدة ومعانا استرسال جديد. الاوديو ده خاص فقط بطاقة الحبيب والاسترسال اللي جاي منه. لو عايز تسمع طاقتك انت بس فانا نزلتها في الاوديو اللي قبل ده، والاوديو على فكرة مهم جدا وفيه معلومات هتفيدك جدا. فاسمع الاوديو اللي فيه طاقتك وبعدين تكمل بطاقة الحبيب على طول. اوكي؟ خلينا نشوف بقى الشخص اللي في حياتك ده ايه حكايته. الشخص ده يمكن انتوا بتحسوا ان في بينكم حاجة لسه موجودة، او ان في باب لسه مفتوح رغم كل التقلبات اللي حصلت في العلاقة دي. لان انا شايفة ان العلاقة دي ما كانتش ماشية ستيبل كده، لا كان فيها تقلبات كتير قوي. الشخص ده بصراحة في الوقت الحالي هو مش متاح زي ما انت متوقع، وانتوا شايفين ده، انتوا شايفين ان الشخص ده مش موجود معاكوا، او يمكن مش ظاهر، حتى لو انتوا بتشوفوه من بعيد انتوا مش شايفينه في الوقت الحالي. بس خليني اقولك ان في ناس منكم هنا مشخصنه الامور قوي، او واخده اختفائه ده بشكل شخصي، او انتوا فاهمين، او يعني عندكم تفكير ان هو متقصد ان هو يختفي عنكم، او ان هو مش بيحبكم عشان كده بيحاول ينسحب او يبعد او يقفل العلاقة دي. بس خليني اقولك ان هو مش متاح، مش لانه ما بيحبش، ومش لانه مش شايف قيمتك او مش عارف قيمتك، بالعكس هو شايفك جدا جدا على فكرة، ووجودك مأثر عليه اكتر ما انت متخيل. بس الشخص ده واقف في حتة كده مش قادر يعدي منها بسهولة. الشخص ده يمكن يكون مر بعلاقة قبلك، لو انتوا عارفين ده او هو قال لكم ده. في ناس اتقال لها الموضوع ده بصراحة، وفي ناس مش عارفة. انا مش بقول ان هو لسه في العلاقة، انا بقول هو مر بعلاقة قبلك قبل دخولك حياته. اوكي؟ فاحنا مش من حقنا نحاسب حد على حاجة مش موجودة في وقتنا، يعني كانت في حياته قبل كده فاحنا مش من حقنا نحاسبه عليها. تمام؟ الشخص ده مر بعلاقة قبلك، العلاقة دي سببت له وجع كبير جدا، مش اللي هو يعني حاجة سطحية تعدي مع الوقت، لأ. الوجع اللي سابته العلاقة دي او الوجع اللي اتساب من العلاقة دي هو غير فيه، خلاه يبقى حذر زيادة عن اللزوم، وكتوم بطريقة ساعات بتستفزك، وساعات بتخليكي مش فاهمة هو بيعمل كده ليه. العلاقة دي سابت عنده جرح، يمكن كانت العلاقة دي زواج وانتهى بطلاق مثلا، يمكن كانت علاقة طويلة حس فيها انه ادى كتير وساب نفسه في العلاقة دي وبنى امال فيها، وفجأة اتكسر كل ده. فالجرح لسه سايب عنده اثر، ولحد دلوقتي هو بيحاول يتخلص من الذكريات دي، بيحاول يتخلص من الخوف، بيحاول يتخلص من المشاعر اللي اتزرعت جواه وقتها. عشان كده انا شايفة انه حصل بينكم موقف معين، انا مش باين لي بالتحديد ايه هو الموقف، ولكن انت هتبقى عارفه. بس اللي انا حاساه هنا ان الموقف او الخلاف اللي حصل بينكم هو عارف كويس قوي ان الغلط كان منه هو. تمام؟ لكن في لحظة ضعف منه هو حول الغلط ده او حول اللوم عليك انت. اوكي؟ الموقف اللي حصل ده هو اللي كان غلطان فيه، ولكن عمل اسقاط عليك انت بالغلط ده. تمام؟ يمكن هو ما كانش قادر يواجه نفسه وقتها، يمكن لانه خايف يبان ضعيف، او خايف من احساس انه ممكن يخسر حد تاني، فعقله ساعتها اختار اسهل طريقة، وهي انه يبعد اللوم عنه. لكن الحقيقة هو عارف من جواه كويس قوي انه هو اللي غلطان، وعارف انه ظلمك في طريقة التعامل معاك، وده عامل له يعني
مش عارفة اسميه ايه بالظبط، بس ممكن يكون عامل له زي وغز كده، كل شوية في حاجة بتأنبه كده، او حاجة بتوجعه كل شوية، بتيجي على باله وتضايقه لما بيفتكر الموقف ده، او لما بيفتكر الطريقة اللي اتعامل معاك بيها. وخليني اقولك بقى ان اللي يمكن يعني انت ما تعرفهوش، انه رغم كل تحفظه وكتمانه وهدوءه اللي ساعات بيبان برود، الشخص ده بيجي عليه وقت الليل وبيفكر فيك كتير جدا، بيسأل نفسه كتير هو كان ممكن يتصرف ازاي في الموقف ده، كان المفروض يقول ايه، وليه ساب المسافة تكبر بينكم بالشكل ده. الشخص ده مش بيعترف بكل ده، انا متأكدة انه مش بيعترف بده ليك يعني، ولا بيعرف يعبر، بس التفكير فيك عنده بقى عادة، خاصة في الأوقات اللي بيكون فيها لوحده، يعني وقت بيكون فيه قاعد كده لوحده، فبيستسلم لأفكاره وبينسحب جدا في مشاعره ليك. الشخص ده بالليل بالذات بتقدر تاخد منه أي كلام انت عايزه أو أي مشاعر انت محتاجها منه، وعلشان كده يمكن مش بيكلمك كتير الشخص ده، او انتوا كده بتقعدوا تسألوا نفسكم او بتشوفوا مثلا علاقات قدامكم انهم كتير بيتكلموا او بيسهروا مع بعض، بيبقوا منفتحين جدا مع بعض. ليه مش بيحصل معايا ده؟ علشان الشخص ده عارف ان هو لما يتكلم معاك في الوقت ده هيكون مستسلم جدا للمشاعر، ودي حاجة هو بيخاف منها جدا. في الوقت ده كل الحيطان اللي بيبنيها، الحيطان اللي هي بتكون بيستخبى وراها او بتبقى دافع، في الوقت ده كل الحيطان بتنهار وبيتعرق قدام نفسه، فعشان كده بيهرب منك. الموضوع عند الشخص ده مش واقف عند التفكير فيك وبس، لا، الشخص ده من جواه شايف ان علاقتكم لسه ما خلصتش، لسه في فرصة، بل بالعكس هو شايف ان في وقت انتوا هتتقابلوا فيه تاني وهتكونوا مع بعض تاني، بس المرة دي هو متأكد ان هي لازم تكون بشكل مختلف. هو محتاج وقت، محتاج الجروح اللي عنده دي تتشافى، محتاج يفهم نفسه، يتصالح مع الماضي اللي لسه مؤثر عليه، بس داخليا هو شايف ان انتوا هترجعوا لبعض تاني، بس بعد ما يرتاح، بعد ما يكون جاهز، لانه مش عايز يخسرك تاني ولا يعيد نفس الاخطاء تاني. بس كل الحكاية بقى ان الشخص ده تعبان، يعني مش عارفة، حاسة ان الشخص متعب جدا، بيحاول يتعامل مع تعبه من غير ما يوجع حد، رغم انه ساعات بيعمل العكس وهو مش واخد باله. طيب، في كمان بقى حاجة مهمة قوي وبالنسبة لي انا هي عميقة جدا في الطاقة، يمكن برضو انتوا ما خدتوش بالكم منها، ويمكن هو نفسه مش بيعرف يعبر عنها. الشخص ده لو هو ما كانش مرتبط ولا كان متجوز وانفصل، الشخص ده مر بفقد كبير في حياته. الفقد ده يمكن فقد والده، يمكن فقد والدته، ويمكن الاتنين مش موجودين اصلا. الفقد ده مش مجرد حدث كده عدى، لا، الحدث ده كان زي زلزال كده جواه، حسسه ان الحياة ممكن تقلب في ثانية، وان كل حاجة بتبنيها وبتتعشم فيها ممكن تنهار فجأة من غير مقدمات. وعشان كده انتوا لما كنتوا بتطلبوا منه خطوة واضحة او ترسيم او تأكيد، يعني اي حاجة تثبت العلاقة دي وتحسسكم بالامان، هو كان بيتهرب، مش لانه ما كانش شايفكم مناسبين، بالعكس هو شايف انكم مناسبين جدا، وبيشوف فيكم شريك حقيقي، حد يعرف يبني معاه حياة. وكمان من الناحية المادية والثقافية هو عارف انه يقدر يعمل ده، وعارف انه ما عندوش الاعذار اللي ممكن تمنعه. بس المشكلة مش في القدرة المالية او في القدرة المادية، المشكلة عنده في الخوف. هو بيخاف من فكرة تكوين بيت، مش علشان المسؤولية ولا الالتزام، لأ، هو بيخاف من الفقد. عنده مشهد كده محفور جواه، اللي هو في بيت اتكسر، في أسرة ما بقتش موجودة،
حد مهم اختفى فجأة، خايف يعيد التجربة، خايف يبني حاجة يحس انها ممكن تنهار، مش عايز يتعلق بشدة وبعدين يخسر. الارتباط عند الشخص ده مش خطوة، الارتباط عنده خطر. انتوا فاهمين انتوا بتتعاملوا مع ايه؟ مع خوف عامل ازاي مع الشخص ده. انا عارفة ان انتوا زهقتوا من كلمة خوف خوف خوف، بس لو الشخص ده سوي نفسيا او ما عندوش اي عوائق او ما عندوش اي حاجة تمنعه نفسيا، احنا بندور ليه على السبب او داخلين نسمع ليه؟ ما هو لو شخص عادي خلاص، لكن انت بتدخل تسمع علشان انت في حاجة غامضة عليك، في حاجة في العمق عند الشخص ده انت مش فاهمها. فما تزهقوش، لان دي الحقيقة. الشخص ده عنده خوف حقيقي بس هو مش عارف يتعامل معاه. الشخص ده محتاج مساعدة على فكرة، يمكن محتاج يتكلم مع لايف كوتش او حد يساعده ان هو يتخلص من ده. انا مش شايفة ان الحالة مرضية او مستدعية حاجة يعني طبيب نفسي او حاجة، ولكن هو بس محتاج حد ياخد بإيده شوية. الخوف هو العائق عند الشخص ده، واكتر حاجة واضحة انه لسه ما عملش استشفاء لجرح الفقد ده، لسه لحد النهاردة شايل جوه قلبه احساس ان الحياة مش مضمونة وان الامان شيء هش، وده اللي بيخليه يتراجع ويهرب ويوقف العلاقة عند حد معين، مع ان من جواه نفسه وجع قلبه يرتاح، هو نفسه يطمن، نفسه يبطل يقاوم الاحساس اللي هو بيحسه تجاهكم. فاهمين؟ انا هنا بتكلم على شخص بيحبكم، عايز الخطوة اللي انتوا كمان عايزينها، بس في عائق عنده زي ما قلنا، هو لسه ما عملش استشفاء منه. انا هنا مش بتكلم على حد ظلمك ظلم بين وهو عارف ومتقصد ده، انا هنا مش بتكلم على حد ضحك عليك ولا حد بيستغلك، انا هنا بتكلم على حد هو نفسه محتاج مساعدة وانت حاسس بده. لو انتوا حاسين ان انتوا في حاجة جوه الشخص ده مش فاهمينها وعايزين تعرفوها وحاسين بشوية تعاطف معاه، فالقراءة دي ليك. لكن لو انتوا عارفين ان الشخص اللي معاكم ده حد قاسي جدا، حد قلبه جامد جدا، فالقراءة دي مش ليك. كده الكلام واضح؟ اوكي. دي كانت طاقة الشخص ده، وخلينا نشوف او نسمع منه الرسالة اللي هو حابب يقولها لك النهاردة، وايه الكلام اللي جواه اللي نفسه يقوله لك مش بيعرف يقوله في الحقيقة. يلا نقعد في مكان هادي وناخد نفس عميق ونسمع بهدوء. بصي، يمكن عمري معرفت اشرح لك كل اللي جوايا، ويمكن انتي اكتر واحدة ظلمتها بسكوتي وهروبي، بس انا هقول اللي ما قدرتش اقوله قبل كده. انا نفسي اخد خطوة رسمية، نفسي افرحك، ونفسي ارجعلك حقك فيا. انتي استحملتي كتير، اكتر من اللي اي حد ممكن يتحمله. عمرك ما لومتيني، مع ان كان من حقك تلوميني 1000 مرة. انا ما كنتش بتهرب منك، كنت بتهرب من نفسي، من خوفي، من ذكرياتي اللي وجعتني قبل ما انتي تعرفيني. انا اتكسرت قبل كده، انا فقدت ناس كانوا ظهري، وده خلاني افكر ان اي بيت هبنيه هيتهد، وان اي سعادة هتوصلي هتتاخد مني تاني. انا عارف ان شعوري ده غلط، بس ده اللي كان مسيطر عليا.
بس مع الوقت ومع كل موقف كنتي جنبي فيه وما سبتنيش، ابتديت احس انك امان، ان وجودك مش مجرد علاقة وخلاص. انا حسيت ان وجودك ستر. انا عمري ما حسيت بالستر ده من سنين. انا مش عايزة اقولك كلام حلو وخلاص، انا عايزة اجيلك بنية واضحة. انا عايزة ابني معاكي، عايز خطوة واضحة وحقيقية، تبقى رسمي، تبقى قدام الدنيا كلها. مش عايزة اقول انا معايا شخص وخلاص، لكن عشان اقول اني عندي نعمة وعايز احافظ عليها. عارفة، يمكن مخاوفي لسه موجودة، ومش هقولك اني اتغيرت كده في يوم وليلة، بس انا مستعد اواجه. كلمة الوجع هنا لسه موجودة برضو يا جماعة، عنده وجع بس هو لسه بيحاول. الشخص ده بيحاول عشانك. انا اسفة لو قطعت، بس الرسائل بتجيلي كده وقتي. خلينا نكمل. مستعدة اواجه واتقدم واصلح اللي قصرت فيه. عايزة اديك اللي تستحقيه، مش بالكلام، بالفعل. انا عايز تبقي شريكتي رسمي، عايزك تبقي اسمي وبيتي. عايزة اطمنك، مش هوجعك. واكتر جملة نفسي تعرفيها اني عمري ما كنت خايف منك، انا كنت خايف عليكي. بس انا حاسس ان جه الوقت اللي لازم اتخلص فيه من خوفي. انا عارفة ان احنا مش متعودين نقطع الرسالة واقول شرح في النص، ولكن الطاقة اللي بحس بيها في وقتها بقولها على طول، فعذرا لو انا فصلت حد كده وهو بيسمع الرسالة. بس برضو الشرح ده كان رسالة اللي محتاج يفهمها او محتاجة توصل له برضو. الشخص ده بيحاول يا جماعة، بيحاول، وهو بيقولك انا ما اتغيرتش او مش هتغير بين يوم وليلة. الرسالة حلوة قوي، فيها بشرة. الحقيقة انا حاسة ان الشخص ده بيطمنك وعايز يقولك ان هو عايز نفس الشيء اللي انت عايزه. الشخص ده فخور بيك. لو انتوا شايفين ان هو بيداري عليكم او مش معرف حد بيكم، مش معناها ان هو مش عارف قيمتك او مش عايز يظهرك للناس. بس خليني اقولك حاجة، الشخص ده مجرد ظهورك في حياته او انه يعرف حد بيك فده معناه التزام في حد ذاته، ودي حاجة هو بيحاول لسه يبقى قدها، بيحاول لسه يبقى قد الالتزام ده. جواه في استعداد، ولكن خطوات فعلية لسه شوية، محتاج وقت الشخص ده. وزي ما قلت لكم هو محتاج مساعدة. لو الشخص ده بيتابعكم مثلا من بعيد او حاجة، انتوا ممكن تحاولوا بشكل بسيط خالص. لو بتسمعوا اللايف كوتشز او حاجة او حاجة ممكن تساعده، ممكن تنزلوا مقاطع كده خفيفة خالص انه يسمعها، او يحاول يروح يسمع للناس دي. يعني انت هتديله هنت كده بسيط، حاجة ممكن تساعده بس من بعيد خالص. اوكي، لو شايفين ان هو مش هيتقبل حاجة زي كده او دي حاجة هتبعده اكتر، خلاص ما تعملوش كده. تمام.
انتوا ادرى بالشخص اللي معاكوا هيتقبل او لا. سامحوني لو صوتي متغير، بس عندي شوية برد، بحاول برضو ان صوتي يبقى واضح. بس كده. دي كانت الطاقة وده كان الاسترسال بتاع النهاردة، واشوفكم على خير في اوديو جديد. باي باي.